من المنكرات أيضا، وهو زيادة على المنكر الذي سبق، رفع أصوات الأغاني بالمكبرات. رفع أصوات الأغاني بالمكبرات مع أنه محذور، الأغاني محذورة، لكنها تزداد في الحرام وفي الشر حين ترفع بأصوات المكبرات. فهناك من يريد أن ينام فينزعج، هناك المريض، هناك الذي يتأذى بذلك الصوت. الأصوات ربما وصلت إلى المساجد والناس يصلون فيها، يذكرون الله عز وجل فيها، فقد تصاب بدعوة أيها الرافع للأغاني بصوت المكبرات، تصاب بدعوة يدعو عليك ذلك الذي يريد أن ينام، فتصاب بمصيبة يحصل لك الضرر. فالإسلام ليس مقصورا على المساجد، بل الإسلام شامل للمسجد ولغيره. فمن محاسن الإسلام أن يكف الإنسان الشر عن جاره، أن يكف الإنسان الشر عن غيره،